لازم احكي اليوم. راح اشيك على التناقض. التناقض هو موقف او قناعه معينه تجاه حدث معين، مش نفس الموقف يكون عكسي تماما تجاه نفس الحدث، بس لما الحدث يمس مصالح الشخص. المعنى لو يمس الخطوط الحمراء سواء كانوا اشخاص او عقائد ويا اكثر مجتمعنا، لحد ما راح يصير مجتمعنا عباره عن باز مخطط باحمر مو مجتمع. حد فهم شيء؟ حد فهم شيء؟ لا حلو، يلا نبلش. جرب مثلا تقعد بنص لما يسولفون بالاصلاح ومحاربه الفساد والرشوه، راح تنزل دموعك وانت تسمع الشعارات الملائكيه الرنانه. هذا اللي يقول لك الاصلاح يبدي من الفرد، ماكو؟ وذاك يقول لك لعن الله الراشي والمرتشي، وبنص القعده انبص انت وقول لهم جوازي معاملته تاخرت، لو اريد اطلع اجازه سوق وما ادري شو اسوي. هنا الملائكه حتطير، الشياطين تبي تهز كتف، وهذا يقول لك باكر اخابر لك عميد فلان بورقتين خضر يصير الختم ختمين والجواز يجيك لبيتكم حتى لو ساكن بحمرين، وذاك يلزق بوجهك هنا يجي وتك حاجه صار لي فوق. اكون ريدي بورقتين حمر في ايدك، واذا تريد اصليه ملكيه ب$100 يحق لك السوق بيها من البايسكل للرافعه الشوكيه. زين يابا وفحص النظر عيب، 10,000 حبيبي يصير نظر الاعور صقر. الاصلاح راح ومسؤوليه الفرد اللي راح ما رد، وتجيك سله مصطلحات تحس روحك قاعد بالنهضه. خشخش شيز دعاب لك ابويا، لعب جيبك حبيبي، ادهن السير حتى قوايشك تمشي زبد. لا وختموها بالمقوله الوطنيه هاي السائده حاليا بمجتمعنا، السبع اللي يعبي بالسكله رقه ابويا. وهذا المصطلح بحد ذاته مستفز جدا جدا، لان ممكن الجاهل لليوم ما افتهمت السكله يبيعون بيها اسمنت وجص لو رقي. ايش جاب الرقي بنص السكله؟ مخلص الحكي، اذا تريد تستشرف بنصهم راح تسمع عفاطي يكفيك سنتين وهي ظلت عليك وخربانه وما واقفه عليك. واذا تريد تشوف التناقض الاخر، اقعد ويا عراقي اول مره مسافر بحياته واستوى راجع لبغداد. راح يحط مخده جوا عكسه هيجي ويبدي يغرد عوفه واسمع، راح يسولف لك على التحضر والحضاره، ويبدي وياك بقصف الجقاره الغمدان اللي ظال شايلها بيده ساعتين وهي طافيه لان القاع تلمع وما تلقى قطف بالشارع. هذا ايش بيك ببغداد؟ مدنق تطفق طوفك بعلبات خلق الله الماشيين بالشارع. لا واذا الحبيب موظف تلقاه حاط استكان بالدوام، ربع شاي وربع قطوف طافيه. المشكله اذا سولف لك على النظام والهدوء والالتزام بالمطارات برا. لا ايش بيكم يا حظي اول ما الطياره تحط طياراتها على مطار بغداد على المدرج كلكم وقفتوا على حيلكم والطياره راشت. يابا مو تاتا بقراج باب المعظم. لو رسل تسمع فتح التليفون وصاح ايه ام حسين طبقنا لا طبقنا لا خوش طيار ولا حسينا بالنزله. شو تريد خويا حتى تحس بالنزله؟ يسوي لك خمسات على المدرج ما طياره. ثانيا طياره هاي خالي مو جبسي مرجع. كمل لك موضوع التناقضات بعدين شوي نجي عليه. مثال احنا زين خلاص اوكي. خلينا ناخذ التعليقات. تاج راسك الطياره، تاج راسك باب معظم، تاج راسك ام حسين، تاج راسك استكانة شاي وقطف الغمدان. ولا تحكي على غمدان لان شركه وطنيه. اوكي ما راح احكي على غمدان شركه وطنيه. ارجع اتفرج.